جاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين على نفقته الخاصة لأداء مناسك الحج لهذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث باشرت الوزارة فور صدور التوجيه بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج الفلسطينيين بدءا من مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك. يذكر أن البرنامج استضاف منذ انطلاقته أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم. الله أكبر. انظر إلى هذا الخبر السار لإخواننا في فلسطين وأهلينا وأحبابنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي خير الجزاء الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وأن يشافيه وأن يحفظه وأن يجازي وأن يحفظ الدولة السعودية حكومة وشعبا، وأن يدخل عليهم السرور والابتهاج والفرحة كما أدخلوا على أهلينا وأحبابنا وإخواننا في فلسطين. 1000 رجل وامرأة يستكلف الملك عبد العزيز سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بتكاليف الحج على نفقته الخاصة. وهذا المشروع عنده مدة تقريبا 64 ألف حاج من فلسطين جاءوا إلى الحج بدون دفع أي مال، تكاليف على الدولة السعودية. ثم يخرج لك من لم يأخذ أمه إلى العمرة، فضلا على الحج، لم يأخذ أمه إلى العمرة، يستشرف عليك ويطعم في السعودية. الحمد لله، عندما أدافع عن السعودية لا أدافع عن المنافقين أبدا. الحمد لله أدافع عن بلد الحمد لله أرى خيراتها على المسلمين، مساعداتها. وماذا أرى من المسلمين أو كثير من المسلمين؟ هذه الحقيقة، الطعن فيهم والكذب عليهم. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه الدولة شهودها شعبا وحكومة على المسلمين لا ينكره إلا خبيث النفس تغلغل في قلبه النفاق أو جاهل. انظر سبحان الله، الله أكبر. 1000 رجل وامرأة من فلسطين، وخاصة هؤلاء الناس الذي عندهم شهداء من أهليهم. والله الله أكبر. هذا الخبر صار، فعلينا أيها الأحبة في الله لا نتبع طريق المنافقين ينشرون الأخبار غير السارة أو الأخبار السيئة. طريقة المؤمنين ينشرون الأخبار السارة بين المسلمين. سبحان الله. فوالله عندما رأيت هذا المقطع فرحت، قلت الحمد لله جزاهم الله خير. وهذا الشيء ليس غريب على المملكة العربية السعودية، ليس غريب والله. فأهلنا في فلسطين عندهم مدة وهم مظلومين، ونسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم. فعندما ترى الشخص يدخل عليهم الفرح والابتهاج والسرور فتفرح لهذا، فجزاهم الله خير. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضاه، وجميع بلدان الإسلامية رغم أنوف وأحذية الطواغيت المجوس. حياكم الله.